طيب إيه هي أعراض خمول الغدة الدرقية؟ أعراض خمول الغدة الدرقية بتشمل حاجات كتيرة، منها مثلا الخمول، النوم بزيادة، تساقط الشعر، جفاف في الجلد، صعوبة في الهضم، وفي بعض الناس بتشتكي مثلا من اختلاف الطبيعة بحيث ان يبقى في امساك بصفة مستمرة، لخبطة في الدورة الشهرية عند البنات والسيدات. الست بتلاحظ برضو انه في ممكن يبدأ يظهر شعر في جسمها في منطقة الوجه بصفة خاصة هي مش متعودة عليه. دي من الأعراض المهمة للغدة الدرقية، والحقيقة بالرغم إنها بتشغل يعني من أعراض خمول الغدة، وبالرغم إنها بتشغل بال الناس وخصوصا البنات والسيدات، إلا إن في مشاكل أخرى لخمول الغدة الدرقية أكتر أهمية، زي مثلا ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول. ممكن خمول الغدة الدرقية يأثر على عضلة القلب ويعمل مشاكل كتيرة في وظيفة عضلة القلب، ويبدأ المريض يشتكي إنه في مشاكل زي آلام في الصدر، زي صعوبة في التنفس. فمشاكل الغدة الدرقية في حالة الخمول كتيرة جدا، واللي بنقوله دوت هو على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر. وطبعا لما بنتكلم عن هذه الأعراض مقصود بيها إنه الأعراض دي بتحصل بشكل مختلف عن إن الشخص متعود عليه. يعني أنا مثلا عندي تساقط في الشعر، بس ده جديد عليا، أنا مش متعودة على ده. أنا بنام بزيادة، مش أنا طبيعتي بحتاج لعدد ساعات كتيرة من النوم، لا ده شيء جديد عليا وأنا ملاحظ إن أنا مختلف عن قبل كده. دي من الأعراض الألارمينج ومن الأعراض المهمة لخمول الغدة الدرقية.